عمرك فكرت ليش الحكومة العراقية ما تخلي الكهرباء مستمرة 24 ساعة وما تطفى؟ راح احكي لكم سالفة صايرة بي اني، واكيد صايرة ببعضكم او كلكم. من تحط راسك على المخدة وتريد تنام تجيك الف سالفة وسالفة، تتحسر، تتذكر سوالف طايح حظها، تتندم، مدري عليمن، تصير هوسة بدماغك. بعد ما تنعس وتبقى صافن على البنكة حتى تدوخ وتنام، تجي ببالك راح توقع وتقطع رجلك وتقطع خشمك وتقطع والنوب تعبر هاي المرحلة وتقول خلاص بعد ما اصفن تخلي البطانية على وجهك. تتخيل تجيك وحوش اول مرة تسمع بيها، ومن تريد توخر البطانية تحسه واقف عليك ويريد يكمشك من وجهك وانت ما تعرف شنو وليه. وعلى هذا الخريط المر اجت الوطنية، قمت طفيت البنكة حتى يطمئن قلبي وانام، صفنت على المكيف واحس الكيبل يريد يحترق وتشتعل الغرفة كلها، وبالنهاية طفت الكهرباء. بقيت مطمئن من هاي الحوادث السخيفة بفضل الحكومة الشريفة. شكرا حكومتنا الرشيدة، هسه عرفت شنو فايدتكم منها، لولاكم ما قدرت انام مطمئن. ويجيني واحد يقول لي شنو فايدة حكومتنا العراقية؟ لا حبيبي، هاي فوائد لولاهم ما قدرنا ننام. وبعد ما قدرت تنام تريد تقعد الصبح، وقبل ما تقعد بعدك بالفراش تسمع اهلك يحجون عليك، اقعدوه جيبوا لي تانك مال ماي خلي ادب عليه، خلصها بس اكل ونوم، لا شغله ولا عمله. هسه هذا المطر شلونه وياه؟ وهنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسى زر اللايك، ادري مقطع تسليكي، ان شاء الله باكر اعوضكم بمقطع شقاقة عن العادات والكلمات العراقية. وهسه شو تسوي؟ تروح تيك توك تكتب بشور كريزو وتنطيني متابعة، تنزل للمقاطع تحط قلب لكل الفيديوهات، سوى اكسب لور لكل المقاطع، وقد ما تقدر قد ما تقدر اكسب لور، لو بس مقطع واحد. يلا سلام. You can go wherever, we can take the